ملعب من الطراز الرفيع، فيه مطاعم، فيها ياكل، تخلينا نمشيو بافتخار كبير. ملعب كيما هدايا فيه العجب للداخل، وهذه ماشي 40 واحد يسيروا ولا 50، انا 40 واحد يسيروا بتات تسكيل تيرا وفيستيار، ولكن كاين كثير من بيوصاير نعم. وهذه انا سوي تري كونتون. هذه وحده في الملاعب الجزائريه ملاعب ما فيهم لا كاميرات بيطون، ما فيهم كراسه، ما فيهم كيفاش تطبق على هذا وما تطبقش على هذا. يوعدونا بانه كاين بطاقه وطنيه تاع المنع من الدخول تروح تسمي في الكوميساريه اثناء الملعب. لو المناصر يسمع بلي المناصر اللي يكسر الحنفيه، كسر الروبيني وكسر الكرسي وكسر المكان اللي ياكلوا فيه، انه تمت معاقبته ما يزيدش يجي يحضر المباريات، يولي يخاف. لكن لو ما يحدث اي شيء، علاش قلت لك المسؤوليه تعود الى المسؤول. لا فيديراسيون الجيريان دو فوتبول يفوك لاسومبلي جينيرال، كيف اون اسومبلي جينيرال في لا فيديراسيون ما كاش فوتبولور. وين راكم بالعقل هذا؟ ما كاش لي فوتبول، اسمح لي، ما كاش لي يناقش قال ستوب كي نهار البريزيدون فيديراسيون اللي يكون يناقشوه، ولا بريزيدون دو ليغ ناسيونال دو فوتبول، كاين رجال اللي يناقشوه اللي يعرفوا الفوتبول يناقشوه، ومصلحتهم هي واش الكره ديفلوبا خويا. ولي زوتر ديسيبلين على بن شيخ سي فوالا كيف اني نهضر على الجينيرال، سي قانون واحد في الجزائر. كيف يا رضوان، واش كان يفو؟ انا بديت لك من قبل بلي موان فينونسي دراهم. اسكو يفو ان ديبا في هذه، اسكو نولي ولا لا ريفورم تاع زمان وين لو سبور دو بيرفورمون، ما كاش تبزيع تاع المال يروح منه ما كاش اللي يسرق. يعني المتعه هو ان دخول هذا الملعب اللي هو كيف ما قلنا ملعب قلت لك ان الناس محظوظين اللي غيشاركوا. المغرب اليوم يحقق ريمونتادا في المعماريه في الملاعب صراحه. يعني مدينه الرباط 4 ملاعب بمواصفات عالميه، المركب الرياضي، الملعب الاولمبي، ملعب مولاي الحسن، وايضا ملعب البريد. يعني 4 ملاعب سي محمد. طنجة على بعد 7 فقط من إتمام ملعب طنجة الكبير. مراكش، أكادير، يعني ثورة أو ريمونتادا حقيقية في الملاعب على مستوى المغرب. الحمد لله الرهان اللي كان هو أنه يكونوا موجودين للقاء. جميع الظروف الحمد لله كانت مواتية وملائمة باش أنه الملاعب توجد. الحمد لله وجد الملعب ديال الأمير مولاي عبد الله. نمشيو نشوفوا. محظوظ أنني خذيت واحد التذكرة باش نحضر إن شاء الله المباراة ونشوف الملعب كيفاش غادي يكون. ونتمنوا على انه الولوج للملعب والتنظيم كذلك الدخول للملعب يكون الطريقه اللي مزيان، ونديروا بروفا للكان بروفا على المستوى ديال كيفاش نسيروا الجماهير وكيفاش الجماهير تدخل للملعب، وكذلك بروفا للوليد ركراكي واللاعبين على انهم من دابا يولفوا هذا الملعب، ياخذوا لي روبير ديالهم باش ان شاء الله في الكان تكون عندنا قوه هذا الملعب هذا ويعطينا اضافه للنهائيات. اكيد يعني ملعب مواصفات عالميه، الجماهير غفير اللي كيتباعوا يعني في ساعات قليله فقط في يوم واحد. احتفاليه منتظره. سي عادل، المغرب على بعد كما قلنا نقطه واحده من التاهل للمونديال. المغرب حاضر في المونديال المره الثالثه والمره الرابعه مضمونه، لان المغرب سينظم كاس العالم. يعني حنايا من 2018 من 2000 او 1992 ما ظهرنا في المونديال حتى 2018، يعني 20 سنه. ولكن 2018 كانت العوده احمد كما يقال. يعني 2018 22 29 وحتى 2030 باذن الله. الحمد لله ريمونتادا متواصله، نظن انه المره الثالثه على التوالي كنتواجدوا في كاس العالم. امر طبيعي خصوصا في ظل هذه النهضه الكرويه والتطور الكروي اللي كيشهدوا المغرب. كنظن انه من حقنا اننا نكونوا اللي جينا نشوفوا البنيه التحتيه اللي كنتوفروا على العقليه اللي كنتوفروا على الحب لكره القدم اللي كنتوفروا عليه، النتائج اللي درنا مؤخرا. كنظنوا المقابله ديال التاهل غتجرى في تحفه في عاصمه الانوار، ولكن باش نكونوا واضحين ما سيزيدها جمالا ورونقا هو وجود اطارين مغربيين على مستوى دكه الاحتياط، الفريق النيجيري وكذلك الفريق المغربي، وكتبقى كذلك هي سابقه ستكسو بمداد من ذهب في افتتاح هذا الملعب الكبير وفي هذه التحفه المعماريه، انه على دكه الاحتياط كاين اهرام من اهرام كره القدم المغربيه، صانع ملحمه ديال كاس افريقيا بتونس، وكذلك صانع متوج الكره الذهبيه الافريقيه، كذلك صانع الملحمه التاريخيه بقطر. وهذا ما يمكن الا يزيدنا فخر وفخر الاطر الوطنيه والكره المغربيه. ماشي من السهل باش تفتح ملعب وتلعب مقابله توجد فيها جوج ديال الاطر المغربيه في ملعب جديد في المغرب في عاصمه المغرب في مقابله اللي غتحوش كاس العالم. جميل. نمشيو للشق التقني هذه المواجهه بين على التركيز. اكيد غادي تكون احتفالات قبيل انطلاق المباراه، الحضور الجماهيري الكبير والمدرجات اللي غتكون مملوءه عن اخرها، اجواء استثنائيه
في المدرجات. ننتظر كيف سيتعامل وليد الركراكي اولا، وايضا لاعبو المنتخب المغربي اللي يعني تقريبا كيلعب بصفوف متكامله، اللهم بعض